الظهر ما أكون الفقيه غازي. الله، أنا تأخرت يا أستاذ ولازم أمشي الآن. بدري يا وليد. بدري من عمرك يا أستاذ. أنتم متعودين في المدينة تسهروا، لكن عندنا في القرية معظمهم قد ناموا ذا الحين. على العموم اتشرفت بمعرفتك. ها، لازم أشوفك بكرة إن شاء الله، وأنا رهن الإشارة في أي وقت. الله يخليك، الله يخليك. تصبح على خير يا أستاذ. وأنت من أحلى. ها أستاذ، خذ بالك من نفسك وغلق الباب وتأكد منه. تصبح على خير يا وليد، لا تتأخر. وأنت من أهله يا أستاذ. تحياتي، السلام عليكم. يوه ما طول الليل عندكم يا فاطمة. ليش ما جالش نوم؟ فعلا ما قدرتش انام، يمكن لانه اول ليلة في مكان جديد. طيب لو طولنا السمر شوية ما فيش عندك مانع؟ يا ريت على الاقل لو ما يجيني نوم. خلاص انا مستعدة اسهر ماشي للصبح. تسلمي لي يا احلى فاطمة. من؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أبطال أمانة. شفت يا أستاذ؟ هذول طلبة المدرسة، هذول صف أول وهذول صف ثاني وهذول صف ثالث. ومثل ما بتشوف عاد احنا في بداية التأسيس وسيزداد العدد عما قريب إن شاء الله. إن شاء الله. بس قل لي وين كانوا يدرسوا أولاد القرية قبل ما تفتح المدرسة؟ بعضهم كان يدرس في المدينة والبعض في قرى بعيدة، وكثير من الأولاد ما درسوش وفضل آبائهم أنهم يعاونون في زراعة الأرض. والمعلمة؟ المعلمة خلاص غلقناها يا أستاذ، بس الفقيه غازي بيأمل يرجعها مثل ما كان أبوه. ولا يمكن نحن نخضع لرغبته في فتحها أبدا. طيب أنا ممكن أسأل سؤال؟ الله تفضلي اسألي يا أستاذ. الله الآن اللي موجودين كلهم ذكور، فين البنات؟ الحمد لله أن الفقيه غازي وجماعة مش هنا ولا كانوا عملوا لنا مشكلة. وليش يعملوا مشكلة؟ من حق البنت إنها تتعلم. معك حق يا أستاذ، بس عاد احنا في قرية ولها عادات خاصة ويشوفوا أن تعليم البنت عيب. عموما يا أستاذ احنا نرجع نتكلم في هذا الموضوع في وقت آخر. نتركك الآن مع الطلاب، نترككم عشان تشوفوا عملكم، ما نعطيكم شهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيلكم يا عيال. ها؟ مع السلامة. يلا يا شباب، التمرين الأول. 1 2 3. تمام. هيا اتحرك يا مبهوت، نفذ الذي قلت لك بالحرف الواحد، وانا سأنتظرك في بيت سلمى. حاضر. ويا ويلك يا ويلك يا سود ليلك يا مبخوت لو تعمل حاجة غلط. قلت لك ولا تقلق يا فقيه، اعرف أمه خاطرك. بارك الله فيك. السلام عليكم. طلاب الصف الثاني وطلاب الصف الثالث، أحب أعرفكم على اسمي. أنا الأستاذ إسماعيل. أنا الأستاذة أسماء، والآن نتعرف عليك. يلا أنت إيش اسمك؟ والآن بعد ما عرفتم اسمي أحب أتعرف عليكم كلا على حدة. أنت؟ ناصر بن الفقيه غازي.
قلت لك يا فقيه الحج محسن ما يرضاش نفتح المعلامة، ما صدقتنيش. طيب وما هو الحل في نظرك؟ المسألة تشتي لها شوية تفكير، وأول ما نفكر إن إحنا كيف نتخلص من الأستاذ وأخته. ما رأيك لو نشيع بين الناس إن تدريس أخت الأستاذ حرام؟ لا لا يا فقيه، أنا قد قلبتها في راسي وجدت إنها حجة ضعيفة. إذا احنا نشي نعمل حاجة تبيض الوجه لازم تكون حجتنا قوية. وما هي الحجة القوية؟ الحج محسن هو رأس المشكلة. لو استطعنا نصيح من طريقنا ساعتها نقدر نتولى ونسيطر على كل شيء. لعلمك يا سلمان، لو رجعت المعلامة أنت عتكون عاقل القرية بدل محسن، وعتشوف. وهذا الذي بنتمنى. بس ما قلت ليش ما جاش مبكوت معك؟ كلفتك بمهمة لو نجحت عتكون خطوة قوية لمصلحتنا. 2 زائد 3 يساوي 5. عفوا يا أخ، إيش تشتي؟ ها ولا حاجة. طيب تفضل، أنت بتشغل الطلاب عن تركيز. ايوه ذكرت ناصر ابن الفقيه خالتي. فين يا أولاد؟ في الفصل الثاني. سمعت بنفسك، في الفصل الثاني، دحين تفضل. هاي شوية. تفضل. 3 زائد 7 يساوي 7. معقولة يا حج التقوى انت بنفسك بتدور الحج محسن على زوجة ثانية؟ وما فيها يا حورية، الحاج نفسه في ولد وانا اشتي احقق امنيته. وافرضي انه ما خلفش، كيف حيكون موقفش؟ لو صح كلامش شاكون ارتحت وفعلت ما يرضي ضميري امام الله. اول مرة في حياتي اشوف مرة تدي لنفسها ضرة. علشان الحج وحبه انا مستعدة اضحي بنفسي. والحج محسن راضي انه يتزوج عليش بزوجة ثانية؟ بيني وبينش هو مش راضي، بس انا بين احاول اقنعه. بصراحة يا محسن رضي الله عن زوجتك،